لو بتتلخبطي في رسم الدانتيل فالفيديو ده هيحللك المشكلة تماما، لاني عاملالك الطريقة بشكل بسيط وسهل ومن غير اي تعقيد. اول حاجة لازم نكون عارفينها ان خامة الدانتيل خامة شبكية، يعني مش لون مصمت، لكنها بتبان من خلالها البشرة او القماش اللي بيكون تحتها. في البداية بنلون الجزء الاساسي اللي هنشتغل عليه، والدانتيل يا اما هيكون على نفس مقاس القطعة او هيكون اكبر شوية حسب الديزاين اللي احنا بنعمله، وبيكون شفاف على الجلد. وبعد كده بنبدأ نرسم خطوط شبكية خفيفة خفيفة جدا، والشبكة دي هي الأساس اللي هنبني عليه شكل الدانتيل. لما نضيف النقشة سواء كانت ورود أو أشكال بسيطة بنشتغل بزاوية جانبية، مش من قدام أو مش بشكل عشوائي في أماكن مختلفة، علشان الخط يطلع ناعم ومش تقيل. وبنبدأ بدايرة بسيطة أو شكل عشوائي. وبعدها بنكمل سواء كنا عايزين نحط بتلات ورود أو أوراق شجر أو أي تفاصيل سريعة غير منتظمة، وده اللي بيدي إحساس طبيعي وحلو للنقشة. وأهم حاجة منزودش تفاصيل زيادة، الدانتيل كل جماله في البساطة والخفة. وفي الآخر بنضيف كنار خفيف على الأطراف علشان يحدد الشكل ويكمل اللوك. وبكده بتكون خامة الدانتيل خلصت بطريقة سهلة وسريعة وتنفع أي تصميم انتوا بتختاروه. وبعد ما خلصت عملت لير جديدة وخدت كوبي من الرسمة وخليتها على وضع مالتيبلاي مود علشان اقدر اعمل شيد خفيف للكنار على الطبقة الاساسية، وده بيدي عمق وبيبرز خامة الدانتيل بشكل انعم. والطريقة دي في رسم الدانتيل هتنفع سواء كنت بترسمي ديجيتال او بالالوان او حتى بالقلم الرصاص، وفي كل الحالات هتساعدك تبرزي الخامة بشكل واضح وانيق.